الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، في درس اليوم سنتكلم حول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا درسنا السيرة النبوية. في الجمعة الماضية تكلمنا حول أهمية دراسة السنة أو السيرة النبوية. اليوم سنبدأ بالدرس الثاني. الدرس الثاني هو نسب الرسول إلى من ينتسب، وقت ولادته ومكان ولادته، أمور مثل هذا. برایت عزیز، درس ما دویمین جه حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ساکن و بیجن. درس دویمین ایرو ام بحثا مالبات پیغمبر بکن. ام جرب کردی خود بیجن مالبات یا جی نسب دیو باوی ناوی وقتا چه بو ناوی لکو چه بیه نسلا کیت گیجا کیجا ام بیجن انسان لپیش. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول علماء الأنساب ولد في مكة، وهو من ذرية نبي الله إسماعيل وأبيه إبراهيم عليهما السلام، فيسمى عرب المستعربة، يعني فيهم دم غير عربي ودم عربي. من ناحية سيدنا إسماعيل هو ابن سيدنا إبراهيم، وإبراهيم ليس عربيا من مكان آخر، ولكن سيدنا إسماعيل تزوج من أعراب أهل اليمن، نساء عربيات أتينا إلى مكة بعدما عمروا بيت الله الحرام وأرسل أو أعطاهم الله ماء زمزم، فأصبح التزاوج والنسل تزوج من امرأة عربية، وبعد ذلك كثير من قبائل العرب من ذرية سيدنا إسماعيل. ولكن من ناحية الأب سيدنا إبراهيم هو الأكراد يقولون كردي، ولو بعضهم يقول ليس كرديا واحد آخر، ولكن لا يهم. جمع في سيدنا إسماعيل أو رسولنا صلى الله عليه وسلم من ناحية الأب ومن ناحية الأم هكذا. فهو كتب التاريخ يقول عرب مستعرب، ليس من عرب الأصليين الأب والأم هكذا. سيدنا إبراهيم ليس عربيا، ولكن لا يهمنا أبو الأنبياء، هذا هو المهم لنا، هو أبو الأنبياء كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية سيدنا إسماعيل كما نقول، من ذريته، وهو من دعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا الذي دعوا الله عز وجل بأن يرسل في مكة ومن حولها رسولا منهم، وهو رسول واحد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يأتي قبله أحد الأنبياء لهذا المنطقة. حضرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام كرديك بيجن جزرية حضرتي إسماعيل. حضرتي إسماعيل لا حضرتي إبراهيم. كتاب ما تاريخ دمك بحث پیغمبر كان بحث قريشيات كنا مساكين بيجن دبيجن أذيكو أصل خوج آلي باويدا نعربونا نخوينا كان نعربي كاتينا بروان لإيرو أمنا كابن كي باشا كي خرابة پیغمبر خدا تر ذات مازنن. يعني حضرتي إسماعيل لا حضرتي إبراهيم. حضرتي إبراهيم أم بيجن هنا كي كتاب دبيجن بابل، هنا كي دبيجن عرفة أنا كو جراب دبيجن روها، يعني لويه حتى هناك جيمي هنا جيمانجاني قد بالفراوي أعطيك نمرود خاستي باوي جاقر ورحاصل تاريخها كابنا بلكي صاد أمناوي تشتي ونظام بن ورحاصل إجا حضرت إسماعيل دما كباوي آني داني مكي وقبيلة عرب هاتم زمزم آبا زمزم دركد دويدا بوان زوجي. حضرت إسماعيل بجنك جوان زوجي وداوي زوريتاوي چيبو حتى وقت كيشت پیغمبر صلى الله عليه وسلم. وقتی که حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم کعبه جی آوا کرن، کعبه چه کرن، دعا کید کرن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. گو یا ربی ته پیغمبر که جناب وان جوان را بشینی او پیغمبر هانیجی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم. ورحاصل نسل ويهاتيه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه كما تعلمون. اولا نتكلم حول الاسم. اسم الرسول ربما هو الاسم الأول في الجزيرة العربية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد، كلمة محمد لم يكن معروفا لديهم، لم يكن معروفا. الكتب هكذا يقول لم نسمع برجل اسمه محمد في الجزيرة العربية في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون بأن الله عز وجل ذكر في كتبه السماوية رسول اسمه أحمد كما موجود في القرآن، أو شيء مثل هذا، أحمد، محمود، حامد،
من كلمة الحمد فألهم الله جده عبد المطلب على أن يسمي حفيده محمدا ليحمد، يحمده الناس ويحمده رب السماء. هكذا يقول: لماذا سميته بمحمد؟ يقول: حتى يحمده رب السماء ويحمده الناس في الأرض. كذلك اسم غريب غير معروف عند العرب، فالله عز وجل يختار هكذا، ألهم جده على أن يسميه اسما غير معروف لدى العرب، ولكن اسم له معنى كبير جدا، محمد الذي يحمد كثيرا والناس يشكرونه كثيرا. پیغمبر مج آلی ناوی خدا، ناوی ام دزانه محمد، ناوی عربی، ناوی اسلامی، ناوی مدا، اوی کده و باوی عفوا باویشت نبو خده ام بیجن وی یتیمانی دنیای، اوی کجرا ناوی هاد دانین ناوی اصلی ناوی محمده. کتاب هاد بیجن دبی محمد ناوی کی ناوی عربه دا ناسکری نبو، کلمه عربیه، ولكن عربه کی کوی ناوی فهم کدینه نبو، یعنی پشتی ناوی محمد درکتن. افجی کو خدا عز وجل د تورات و د انجیل دا بحث کرد بجای پیغمبر کی وره او دهنه کی کتاب دا ناوی احمد در باست به، بلکه این که ده حامد در باست به، این که ده محمود در باست به، به شکل هانه کوکا وانتویه که خدا عز وجل آوید دل با پیری وی که ناوی نوی خو ناوی جی محمد دینه. حتی کتاب هاد بجنده به جرا گوتن توی ناوی غریب تشکوانی، یعنی اما وی ناوی نبیستیه تدی مثلا ناوا داتین الا هی ناوی ده با پیره مبون سام چکی مبون دبه مخص از وی ناوی دینم که خدا العسمان جی گلک سپاسیایی بکن و انسان العرده دا جی گلک سپاسیایی بکن بيجي مالات آبا، يعني حمدي بكن حمد معنا سپاس بونه يعني تشتي خوش جرا بيجي. طيب اسم محمد اسم أبيه أقرأ كما ذكره العلماء، بعض الأسماء ليس كثيرة. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى العدنان من عبد الله إلى عدنان متفق عليه، العلماء يعلمون من ابن من، ولكن من عدنان وهو أبو القريش إلى سيدنا إسماعيل لا نعلم، يعني مضى عليه الوقت كثيرا فلم يكن هناك تاريخ التساجيل الأسماء كما نسميه حتى يسجلوا، ولكن من عبد الله إلى عدنان متفق عليه، وفوقه إلى إسماعيل نحن لا ندري من هو. بعض الكتب يذكرون بعض الأسماء ولكن نكون صريحين وواقعين، نحن لا ندري 100%، ربما حصل هناك خربطة في الأسماء. پیغمبر ما جالی باوی خدا اوان ناوی کما گود اوی باوی وی عبدالله و حتی باپیر ام بیجن حتی 10-15 باپیری وی ناوی عدنانه. جو محمد حتی عدنان کتاب دزانن ناوی وان هاتنا نفساندن، فقط جو عدنان حتی اسماعیل علیه السلام دفرده امن زانن، يعني بلكي ملت بيجا چما ونزانن حيرات تاريخ تنبوك كتاب تنبوك ناوا بنفسنا شهادة الميلاد هبا كيلايكية، ولكن تيساجي او قصنا ناف ام دزانن وهاتنا نفساندن كابراي عربا عادتك عربا باشا بودمك كده نسب والنسب نسب، يعني نسب اخذ نفساتن كيلايكية يعني دزانبون. مثلا يك جوان ابو بكر ناسكري بو بالنسبه، يعني زانبو كيلايكية اجا عربا بيتش يعني تشتكيوان باشا بود زانبون كيلايكية حتى عدنان ناف پیغمبر تبع حفظ كنا وتبع نفساندن. طبعا من محمد عفوا من محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا أبيه عبد الله إلى عدنان هذا متفق عليه. وكان هناك شيء إيجابي جدا عند العرب، بعض العرب كانوا معروفون بأنهم أهل النسب، يحفظون الأسماء من ابن من ابن من، ومنهم أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا معروفا بأنه يعرف الأنساب، عنده خبرة الناس. وربما من أحد هذه الحكم الله عز وجل جعله المسلم الأول عند الرسول، لأنه أحيانا كان يمشي مع الرسول وحينما يتكلمون مع القبائل كان يشير إلى الرسول بأن هؤلاء لو دخلوا في الإسلام إنهم رجال يعرف نسبهم، وأحيانا يؤشر إلى الرسول لا داعي لهؤلاء فهؤلاء أهل المصلحة، كعنده خبرة أحيانا يمشي ممن القوم يقول من فلان نعم الرجال ويقول نعم القوم، ويقول الرسول لو استطعنا أن نقنعهم بالإسلام سيكون لنا قوة عظيمة
فأبا بكر كان من الرجال الذين يعرفون الأنساب. ما بحث نسبه كر نسب تشتكي برمهما يعني كنت إنسان بناصي كيش قا ظلامه كيش قا نظلامه أبو بكر بيا باش تزانبو بلكي يك جوان حكمته خدا عز وجل أبو بكر كر شخص يكمين كبو مسلمان دمك أو بيخمبر دمشيان لمكي خصوصا عادة كبيرة لمكي هبو ملت هاد حجه سازونا حجه هبو سازونا تجارته هبو إجا بيخمبر شو جوانا تقاس بيخمبر خدا مورن إيمانه أم بيجن عرض نفسه على القبائل جوانا تقاس بيخمبر خدا ما إجا سيستم كا دنياي هي أوانا جزبان صحابيات زانمون إيرو نابا مداتنا إيرو مثلا ما مصطفى وجماعتك يارنجي كي ما مصطفى تاني الفرات ساكنة نكس كي سلام ده ما مصطفى نتشتكي فقط ما شكل بيخمبر بتشناجي كي أبو بكر البيشيد مشيا علي الدودهات بيخمبر ناف دابو أبو بكر شو أولا وي خبر داجا كينا تشكسن بيخمبر إشارات كده أبو بكر شو دقو السلام عليكم وعليكم السلام وكينا وشكنا عن فلان كسن أبو بكر بشكل كي دزي وشارتيا نب نجي خنات كرقير شبيخمبر سنيالك كيتشان يا رسول الله خدا وانا إنسان ظلامنها أوانا عشيرتك بقوة وانا أوانا أجر أم تقالون وانا إقناع بكن تماما يدي وهناك جهابون نتظلام بون يعني دترسيان خوي برابون منفعة برس بون يعني أبو بكر دقوا يا رسول الله خدا دعوة خصاج وانا بيجا هما خدا تشكيناك بسالي يعني وانا هبون وتنبون ونوكا هبا إجا أبيات نافع عربة دا مشهور أبو بكر يك جوان إنسان يكون ملت الناس كر كي لايكيه عشرة وان شوانن إنسان شوانن مثلا أبو بكر خالد كوري وليد بر قيمة الدايكي عمر بشكي دقو كيمانية خالد أنا بشتك خالد وفات كر أبو بكر جو رحمة خديل عمر جو رحمة خديل خالد بوجمن شتر إنسان ناس كر موكاوي ناس نذكر يعني أو ده باش إنسان تزانبو من أقوى ناس نذكر. طيب الرسول قلنا ابن عبد الله عبد الله هذا الابن الصغير لأبيه عبد المطلب وتزوج بعض العلماء يقول عمره 20 بعض يقول 25 والحاصل كان شابا فتزوج من امرأة اسمها آمنة بنت وهب كذلك هي قريشية بنت عبد مناف من قريبة من أبيها أو من زوجها ليس بعيدة من فروع البعيدة قريبة تزوج بها وبعدما أصبحت حاملة به بالرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله أراد أن يتاجر يحتاج إلى المصاريف آيات الولد ومصاريفه هكذا ذهب مع أهل المكة إلى الشام للتجارة وفي طريق العودة توفي في المدينة المنورة فلم يرى ابنه خلاص توفى ورسول ما زال طفلا في بطن أمه إذن رسولنا لم يرى أباه جالي بابدا عبد الله انكي كتاب من حجتين انكي من بيسو بينج انا بتشوك زوجي لا براي بتشوك ابو يعني عبد المطلب كبابيري ويا كوريوية ان بتشوك لا بتشوك نبي عبد الله وقت زواج هاد زوجي انسان كي شيرين بوجي حتى عالم وهاد بيجن دبيجن نورا پیغمبرتي امانت بو بيرا دما كو زوجي او نورا هاني تشوكت نوا زكي ام بيجن فاطمه بحمله بو وظيفه عبد الله قديه خلاص دي قال بمره يعني وظيفه خلاص بامانت بو نقطه دايكي اجا بشتيك زوجي كان ما خلاص بو جنايب حمله دجاني چه بو جوان تجارت پره مرا لازم زاروكي ولا پره خارون و خارون تشرا لازم اوجي بملت مكه چو تجارت اخو چون شامي عرب بر جمكه چون شامي و چون يمن رحله الشتاء والصيف هاوين چون چي كي زبستان چون بازار دحب بج منطقه جهب جدا بون تجارت كرن اجا چو دريده هات لمدينه نخوش كتومر يعني پیغمبر باوی خو ندید علیه الصلاة والسلام عبد الله لا خو ندید پیغمبر یتیم هات دنیای فرسولنا ولد يتيما هكذا كما نقول. طيب متى ولد؟ المتفق عليه بين العلماء ولد في عام الفيل. عام الفيل كما تعلمون أبرهة كان رجلا حبشيا ملك كبير أسس في دولته شيئا يشبه الكعبة حتى يصرف العرب من الكعبة يأتي إليه فذهب رجل عربي غيرة على الكعبة فذهب إلى هذا المكان العبادة كما نقول خر فيه عمل فيه تواليت ودهن به جدار هذا المكان إهانة. كيف تجعل بيتا يقابل الكعبة؟ الكعبة كان مقدس لدى العرب لأن هذا ما تبقى لديهم
من أثر نبوة إبراهيم وإسماعيل، كانوا يعلمون بأن الكعبة مقدسة. فأبرهة حينما عرف بأنه رجل عربي وأتى أهان بيته قال سأذهب وأدمر الكعبة عليهم. هذا معروف في تاريخ الإسلام. ذهب قتل بعض الناس، وبعض العرب لم يعجبهم فكرة أبرهة، قالوا لا نقبل أن تأتي وتهدم هذا البيت، هذا بيت جدنا، وهكذا قتل من عارضه. وهناك خونة يساعدونه، فالخائن دائما خائن والعزيز دائما عزيز. إلى أن وصل إلى مكة، كما هو معلوم بأن الله عز وجل أرسل عليه طير الأبابيل فأهلكه. فولد الرسول في هذه العام، ولادة الرسول في عام الفيل، ويوافق 571 ميلادي كما نقول، في شهر الأبريل، شهر الرابع يعني شهر النيسان، تقريبا 20 هكذا العلماء يقدرونه، ولكن من شهور العربية 12 من ربيع الأول كما نقول. پیغمبر کیجا رو کیجا سال چه بو؟ بعربی ام بجن 12 ماه ربیع الاوله. تدی ماه مولودته ماه ربیع الاول چند ماه پاشه؟ 12 وی شوا 12 کد به شوا 13 او شب پیغمبر هاتیه دنیای صلی الله علیه و سلم لما کی هاتیه دنیای سالا فیل جرال بجن فیل اون زمان فیل او حیوان مازن کما چند قبر بحثاوی کر او فیل مازنه کی هبو ام بجن پادشاه کی لحبشستان تقولن حبشه يعني الله اعلم نابي انا بلكي اثيوبيا بس شاش نبم يعني لوي مالكي تشكرغو از وكا كعبه تشكم برا ملت نچل كعبه برا ورا مازن دولتي بو براز كعبه كام جيبه يكي عرب زوراي چو عاجز بو چو تدا توالت اخر بيس كر مالوي بيسيتي اختف دواري دا وكا بيجا تكي كعبه كي تشتكي افياجي خبر جراهات قولك عربات يا وكنو كريغو غرز هرم كعبه وان خراكم ولا حيوان خوكر في لوان جيبون هات نمر حاصل هناك عربة خوشوان نشو قام قبولنا كنت وري كعبة مخراكي شر كرن في وان كشت هناك شيء خاين دركتن قلت اشتكنا بدن يخرج مالنا ك ريب ما يبيش كلك خايني انا يعني خاين جينا بناموس وشرف جينا هات جم كعبة ور حاصل كلام خدا عز وجل الطيراب سرداشان ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حيوان هاتن طير هاتن هركي كفره كلوان قست مالا وان خرا كرن پیغمبر او سالهانه چه بو سالا کم بجن سالا فیل کو هات دوی سالهانه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خداوی دا لگورا میلادی کد بجن چه بونه حضرت عیسی 571 میلادی یعنی پیغمبر ما 571 سال پشت حضرت ابراهیم هات حضرت عیسی هات دنیای ساکن هم بجن. كذلك امر آخر الرسول صلى الله عليه وسلم كان نتكلم كذلك حول سنواته الأولى في السنوات الرضاعة كما نسميه. أخرجوه من مكة إلى البادية. كان عند العرب عادة أهل البلاد خصوصا أهل البلد يعني ليس أهل القرى أهل الريف لا أهل البلد كان عندهم عادة الذي لديهم المال يرسلون أولادهم وهم صغار سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى البادية حتى يتعلم قسوة الحياة ويتعلم فصاحة اللغة وكذلك يتدرب على أمور كثيرة لأن أهل البلاد دائما لغتهم لغة غير طبيعية يعني يختلط فيها الناس فيغيرون اللغة ولكن أهل البادية لغتهم لغة طبيعية جدا. فأرسلوا رسول صلى الله عليه وسلم إلى البادية إلى حليمة سعد قبيلة بني سعد. فأتت حليمة فلم تجد طفلا أبوه على قيد الحياة أو غني فلم يجد أو لم تجد غير الرسول فأخذته بدون إرادتها فلم تحب أن تعود فاضيا أحبت أن يكون لديه ولد ولكن حينما هي أخذته رأت الخير والبركة من هذا الولد الصغير اليتيم. كان عندهم حمار حينما أتوا به إلى مكة الحمار ما كان يقدر يمشي ولكن حينما أخذوا الحمار أصبحت قوية ويسبق جميعا. قالوا ماذا حصل لهذا الحمار؟ قالوا لا أدري ولكن هي كانت تقول أنا أعلم لماذا من بركة هذا الولد الذي عندنا. وبعدما ذهبوا إلى هناك لم يكن لديهم مطر ولكن الله عز وجل أرسل البركة على منزل حليمة. فالخروف كما نسميه الغنم كان عندهم يأكل العشب وكذلك عندهم حليب وجدوا الخير والبركة وعلموا بأن الخير والبركة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل
بارك لهم في رزقهم. طبي ام بحث او كيش بكن اوان 2 سال 3 سالك پیغمبر صلى الله عليه وسلم چو مال حلیمه سعدیه. حلیمه سعدیه متفد زانن ام کردید بيجن دیا پیغمبر شیر داشی راوی بو یعنی بری عدتکی عربه هبو وقتی گزارو که وان چید بو اوی باجاره ها نه گنده اوی باجاره اوی پشکی زنگی بو نزارو که خود شاندن دروا شاندن گنده لگنده حیاتا گند خوشتره پاکشتره هوایی پاکشه زمان وان پاکشتره زاروک ساغلم تندین تای زاروک باجاره نازک نانا زاروک گنده و واکنو جهاتی نلو زاروک باجاره خوینه دیدن دو ترسن زاروک گنده سر حیوان جهت کن یعنی او قصه فرق وانه ای پیغمبر جی با پیشاندن گو برهره ولكن بلا پیغمبر یتیم بافتنه پریوانجی که من او قبیله که هاتبون هر یکی کبر حلیمه کی هبو جنه کناوی حلیمه فقیر دستوالا ما وردا چو ویدا چو یکتنه شرم کر فقیری که دستوالا هره چو گو دکاوی یتیمه بدن من جرا گوتن یتیمه بافتنه پریمج پرتنه ور حاصله من بدن تا وی بر فقط چواک وی دگره دماک هاتنه مکه حيوانات كروان كركا ضعيف نكر بريفها بقوته يعني تماشا كري كروان ناسكنه جرى قلت حليمه وقف كروان نكرا وكان بهات نكر بمشي قوله اوده اي تشك بي انا ظانم تشيه حليمه فهم كر ظلام اخرى والله تشه هبش في زاروكي هانه كرم عيني كرم تشتك جنه دايكي اما افكار ما وجديه وما شاء الله كري قافله ناجي كرانه دمشه يعني بركته كادنجي چون قبيله خو بني سعد جرال من چون عشيره خو بارانتنا جياتنا حيوان ضعيف شيرتنا ولكن تماشا كرن حيوان وان شيره وان قالك حيوان خداد من هما جيا هي وتخونوا شيره وان ايفار قالك ايجاد بين ملات جوانا تقول حيره تقول انا حيوان فكر تجي ويدا ببن يعني محقق لكبن لوينه اجا حليمه سعديه فهم كركو خير وبركات شهبه ادوي زاروكي هانه دايه إجا حفتاتي إن شاء الله من بحثا في تشتياني بكن كو يتيم قيمتهم غير مرب شوازان به. أمر آخر كذلك نقوله الرسول كان صغيرا حصل له أمر غير طبيعي شق الصدر كما نقول كتب التاريخ هكذا يقولون فالحكاية طويلة ولكن العلماء يقولوا ما نفهم من هذه الحادثة لأن الملكين يقول أتوا وشق صدر الرسول وأخرج شيئا من قلبه وبعد ذلك خيطوه مرة أخرى. العلماء يقول حظ الشيطان أخرج من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون مشغول بنفسه وبشيطانه يكون كل الهموم بالدعوة وإرشاد الناس ودعوتهم إلى دين الله. كذلك حصل له هذا وهو صغير عند حليمة السعدية. هذا كذلك من إرهاصات كما نقول ما حصل للرسول قبل النبوة. تشتكي ديش بيغمبره تشبو سنجي وقلاشتن هجاب تشوشك ها ده ملائكتين نظام ملائكتش داوية فهمتكن كهاتن بيغمبر الشوليه بتشوك 3-4 ساليه بتشقايه ويدانين عرده وكا قصابه سنجي قلاشتن وقلبي درخستن وتشتكي جوابتن جار قدي دروتن قصابه كي عجب يعني في شكل هاني كرن حتى ترسيان هاتن تماشا كرن ورسول بيغمبر عرده سبيبيه تشبو قولا دحبهاتو يكيج هوالي اخرى قو مافيا اوه قو افيا اوه يعني ولا قوم دانين عرده سكيم قلاشتن قلبي درخستن تشتكي جي درخستن يعني تشي هم ويجي نزانه ولكن عالم دبيجن اویا خدا عز وجل به عالی فیزیکی داجی قلب پیغمبر ج پیغمبری را آماده کرد. پیغمبر به قلب خوشی به عالی فیزیک خدا جی ج پیغمبری را بو آماده که خدا عز وجل صبح پیغمبری جرا بشینه اف انسان یعنی شیطان را مشغول نبه سر خوب شیطان را نشینه و هر هدف و غایوی دعوه به دین به ایمان به ملت را خدمت کنه نه به نفسم چه بو چه نبو شیطان مش مرا گو چه نگو چه وسوسه چه بو چه نبو نه لما پیغمبر دي خدا علی کاریم که شیطان میج تسلیم بیه يعني وها عالم دبيش. الى ان نلتقي في درس اخرى ان شاء الله. ابقوا في حفظ الله ورعايته وادام الله محبة الرسول في قلوبنا وقلوبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.